السلام عليكم، ازيكم؟ من ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هو اول فيديو من سلسله الاستعداد لثالثه ثانوي. فيلا بينا نبدا فيديو النهارده. وقبل ما نبدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا منزله. ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. فيديو النهارده زي ما شفتوا في العنوان هقول لكم تجربتي مع المدرسين اللي خدت معاهم في تانية ثانوي، والناس اللي هكمل معاها والناس اللي مش هكمل معاها. بصوا، اول حاجه انا لسه ما حددتش هاخد دروس مع مين. باذن الله لما احدد اللي هو كل المواد، انا عارفه في مواد انا عارفه هاخد مع مين، وفي مواد لسه مش عارفه هاخد مع مين. فلما احدد الكل على طول خلاص، يعني لما احدد الكل هبقى باذن الله اعمل لكم فيديو. وبصوا بصراحه في العربي انا ما اعرفش حد بيدي عربي، يعني ما دورتش. ما اعرفش غير مستر رضا الفاروق ومستر محمد صلاح. مستر رضا الفاروق يعني ما حسيتش بصراحه قد مستر محمد صلاح بالنسبه لي، رغم ان في ناس بترتاح مع مستر رضا الفاروق جدا، بس انا بالنسبه لي برتاح مع مستر محمد صلاح. انتوا لو ما خدتوش مع ده او ما خدتوش مع ده، انصحكم ان انتوا تجربوا في الكورسات التاسيسيه على اليوتيوب. ادخلوا جربوا شرح ده وجربوا شرح ده، واللي هترتاحوا معاه اشتركوا معاه على المنصه. بعد كده بقى عندنا الانجليزي. بصوا يا جماعه، انا بصراحه الانجليزي ده اكتر ماده محيراني، مش عارفه اخد مع مين، وخصوصا ان مش لاقي حد، يعني مش مرتاحه مع حد قوي. يعني هقول لكم اللي جربتهم. جربت مستر عبد الحميد حامد، وجربت عبقري لغه، وجربت اسمه ايه، مستر اللي هو انجليشاوي، محمود رضوان، بتهيألي صح، محمود رضوان. جربت الثلاثه دول. اكتر واحد عجبني شرحه، يعني عجبني شرحه اكتر واحد فيهم هو مستر محمود رضوان اللي هو انجليشاوي. مستر عبد الحميد حامد كنت باخد معاه في تانية الترم الاول، اظن في تانية الترم الاول. بس بصراحة ما يعني مرتحتش لشرحه تماما تماما تماما، رغم اني كنت مجرباه الاول على يوتيوب. معرفش ايه اللي حصل، يعني انا كنت مجربة شرحه على يوتيوب، جيت على المنصة لقيت النظام غريب، وحسيت اني مرتحتش للشرح قد كده، فما كانش عاجبني خالص. عبقري لغة اللي هو مستر احمد طارق هو الى حد ما بصراحة كويس. بس بالنسبة لي يعني انا بقول لك هو بالنسبة لي مستر محمود رضوان اللي هو انجليشاوي احسن واحد جربته بصراحه من الثلاثه دول. ده احسن واحد فيهم بالنسبه لي. في بقى في ميس ياسمين ايهاب، وفي ميس مي مجدي. جربت ميس مي مجدي وجربت ميس ياسمين ايهاب. فانا يعني شفتوا انا جربت كام مدرس انجليزي، فانا مش عارفه لسه هثبت مع مين يعني، وهاخد مع مين وكده. فانا باذن الله لما اقرر اللي هو القرار الاخير بقى قبل ما نبدا باذن الله هبقى اقول لكم برده. بعد كده بقى الالماني. طبعا احنا مش عايزين نهمل الالماني السنه دي. يا جماعه في ناس كتير قوي السنه اللي فاتت كانت شايله مش شايله بقى، هم داخلين مرحله ثالثه في التنسيق بسبب الالماني والفرنساوي، لان ناس كتير جدا سابتهم بعد ما اتشالوا، للاسف الشديد ما كانوش بيذاكروا المواد دي. فانا باذن الله مش عايزه اهملها. انا كنت بصراحه في تانية الترم الاول كنت منتظمه فيها شويه الى حد ما. الترم الاول كنت منتظمه شويه عن الترم التاني. الترم التاني اظن خدت شهر واحد او ما كملتش الشهر، حتى في الالماني في الترم التاني. فانا مش عايزه كده في ثالثه، باذن الله هظبط الدنيا. بس الالماني بامانه انا ما اعرفش حد اونلاين، لاني انا باخد مع الهير. مش باخد اونلاين، باخده اوفلاين الحمد لله يعني. فده اللي مستحيل برضو اغيره، وده اللي ما بفكرش اغيره. فعشان كده انا مش عارفه مدرسين الماني اونلاين بامانه. في ناس على بسطتها لك، ممكن تدخلوا تشوفوهم برضو. شوفوا الناس على يوتيوب عندهم منصات، يعني تشوفوا شرحهم على يوتيوب الاول، لو كويسين تاخدوا معاهم منصات. ندخل بقى على الكلام الجد. الفيزياء. بصوا يا جماعه، انا في تانية جربت مدرسين فيزياء. يعني انا بضحك لاني محتاره بصراحه من الكلام المتناقض ومن شخصيتي المتناقضه حتى ناحيه الاثنين. جربت مستر محمد عبد المعبود ومستر محمود مجدي. بصوا يا جماعه، ناس تقول لي مستر محمد عبد المعبود اللي هم اكبر مني، يعني بيقولوا ناس يقولوا لي مستر محمد عبد المعبود كويس جدا وشرحه حلو. بصراحه انا جربته وشرحه كويس. الناس تانية تقول لي مستر محمود مجدي المحاضرات بتاعته مش طويله قد محاضرات مستر محمد عبد المعبود. مستر محمد عبد المعبود محاضراته طويله جدا، وانا عارفه ان محاضراته طويله جدا، ودي حاجه يعني رخمه شويه، بس يعني انا محتاره بصراحه. هو اللي انا جربتهم يعني عامه الاثنين، مستر محمود مجدي ومستر اسمه ايه، محمود مجدي ومستر محمد عبد المعبود. مستر محمود مجدي هقول لكم ما عجبنيش في ايه. حسيته بيحل بسرعه، عايز حد يكون عارف كل حاجه. حسيته كده اللي هو عايز حد يكون عارف كل حاجه. مستر محمد عبد المعبود بيجي مثلا عند حته محتاجه، اللي هي محتاجه شرح في المساله، مثلا محتاجه شرح، هي المساله كده 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 كلها شرح.
بس بيجي عند مثلا حته معينه، لو الحته دي من قبل كده، لو انتوا ما خدتوهاش او لو انتوا كنتوا مراكمين او لو انتوا كنتوا ناسينها، بيفكركم بيها، فاهمين؟ فده اللي عجبني بصراحه في مستر محمد عبد المعبود، وكمان بيشرح بالراحه. انا عايزه اقول لكم، انا كنت في الامتحانات جت عليا فتره كنت بروح جايه اللي هو ايه، مشغله الفيديو على حرفين، على اتنين، والله العظيم على السرعه اتنين. كان اللي هو كنت بحسه بيتكلم عادي. فانتوا متخيلين هو بيشرح ببطء ازاي، بس هو بصراحه كويس، شرحه كويس يعني. فدول الاثنين اللي انا جربتهم هما الاثنين كويسين. جربوا برضو شرح ده على اليوتيوب، وجربوا شرح ده على اليوتيوب، واللي يعجبكم اكتر شوفوا بقى باذن الله مع المنصه. بعد كده ماده الكيمياء. بصوا انا حاطه لكم هنا ازاي. هو انا ليه حاطه لكم؟ انا حاطه لكم بس عشان ما يبقاش المكان فاضي كده، عشان ينور المكان. وهو مستر خالد صقر الوحيد اللي جربته في الكيمياء وارتحت معاه جدا جدا جدا. ما خدتش بصراحه في منصات، بالنسبه للمنصات ما خدتش مع حد تاني. هو مستر خالد صقر في الكيمياء بس، بامانه. انا ما جربتش غيره. في ناس عجبها وفي ناس ما عجبهاش، ما فيش حد متفق على مدرس واحد. فانتوا زي ما بقول لكم برضو هتدخلوا تجربوا على يوتيوب الاول في الكورسات التاسيسيه اللي منزلينها. مستر خالد صقر كان عامل لنا السنه اللي فاتت قبل ما نبدا تانية، كان عامل لنا كورس تاسيسي للكيمياء، لاننا ما كناش واخدين لما كناش واخدين كيمياء قبل كده. فكان عملنا كورس تأسيسي، فالكورس التأسيسي ده كان تحفة جدا. أنصحكم لو الناس اللي عايز تبدأ من دلوقتي اسمعوا الكورس بتاعه ده، بأمانة تحفة. فأنا ده اللي كنت باخد معاه في تانية، وبإذن الله برضو مش في نيتي إن أنا أغيره خالص. بعد كده بقى الأحياء، وهي المادة اللي احنا مخدناش فيها أي حاجة خالص. فأظن وكمان أظن تانية بكالوريا، معرفش عندهم أحياء ولا لأ، اللي هم في اللي هو المسار بتاع الطب ده. انا مش عارفه عندهم ايه. انا ما بصيتش بصراحه، انا بصيت مره واحده بس اصلا على النظام الجديد، وبعد كده ما بصيتش فيه تاني. فالاحياء بالنسبه للناس اللي في ثالثه عامه يعني، انا هاخد باذن الله مع الجهري في مستر محمد ايمن. انا بصراحه حبيت الجهري اكتر، وغير كده اختي هتشرح لي احياء. فانا الاحياء الحمد لله مريحاني يعني، الحمد لله. بس كده دول المدرسين اللي كنت باخد معاهم كده. انا اللي هثبت عليه مش هغيره مستر خالد صقر ومستر محمد صلاح، دول الاثنين الوحيد اللي هثبت عليهم باذن الله، مش هغيرهم. بالنسبه للباقي بقى انا مش عارفه بصراحه لسه هعمل فيهم ايه. فلما استقر وكده، انا قلت لكم تجربتي عامه مع الناس اللي انا جربتها. فانا لما استقر برضو باذن الله هعمل لكم فيديو تاني، ولسه هقول لكم برضو هاخد سنتر ولا اونلاين، عشان انا نفسي لسه مش مستقره. فباذن الله لما استقر واظبط الدنيا برضو هقول لكم باذن الله. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا انزله. واكتبوا لي في الكومنتس ايه رايكم في الفيديو، وعايزين فيديوز ايه تاني بخصوص تالتة. ولو عندكم اي سؤال اسالوني في الكومنتس. وبس ده كان فيديو النهارده. باي باي.